علشان تعرف الفيديو ده ليك ولا لا، اقول لك الفيديو ده عبارة عن ايه. لو انت انسان مبتدئ في تعلم اللغة الانجليزية او سبقت لك محاولات قبل كده ولكن المحاولات دي لم تثمر بشيء، فانت في المكان الصح. اوعدك ان الفيديو ده مش هتخرج منه الا وانت تتقن فن المحادثات باللغة الانجليزية. على العموم بيني وبينك الفيديو، فلو انت مهتم تابعني للنهايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متابعي قناه المهندس كامل التعليميه في كل مكان، اهلا بيكم مع فيديو جديد من اقوى الفيديوهات اللي هتعلمك التحدث باللغه الانجليزيه من الصفر. وهذا الفيديو او الفيديوهات اللي عملناها على شكل هذا الفيديو، ايه فكرتها؟ فكرتها ان هي بتجيب من الاخر. انت راجل عايز تتعلم الانجليزي، يعني تتكلم باللغه الانجليزيه، يعني تعرف تجيد فن السؤال وفن الجواب. هتقول لي بس الكلمات، لا الكلمات دي بتاعتك انت بقى، والقناه عليها يعني كلمات كتير. يعني لو كتبت كده الافعال الشائعه في اللغه الانجليزيه والكلمات الشائعه في اللغه الانجليزيه هتجيلك من على القناه او من على اي قناه تانية. لكن فكره الفيديو ده علشان بس عقلك يفكر صح، انا بعلمك لو انت عندك شويه كلمات شويه افعال حافظهم كده من اي حته، شويه في المدرسه شويه في الكليه، او عمال تجيب وتحفظ بس مش بتعرف تتحدث، مش بتعرف تكون سؤال، مش بتعرف تكون جمله تجاوب. الفيديو ده اوعدك انك هتخرج منه وانت تجيد فن السؤال والجواب باللغه الانجليزيه. مش اي سؤال، سؤال في الازمنه، سؤال في المضارع، في المستقبل، في الماضي. يعني هتقول لي معنى كده انك هتشرح جرامر؟ لا، انا الجرامر انا جمدته. يعني ايه جمدته؟ انا تخيلت دايما ان المخاطب انت او انت، انت او انت في اللغه الانجليزيه يو، فانا بنيت الاسئله ان انت دايما بتسال انت او انت، هي بحاجه واحده. فبالتالي الجرامر كله تم اختصاره في القصه اللي ورايا دي. فبعد الفيديو ده هتجيد فن السؤال والجواب. فيلا بينا نبدا على بركه الله بعد ما تسمعوني الصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول حاجه لازم أن تعرف ان السؤال في اللغه الانجليزيه نوعين. سؤال بمعنى هل، اللي هو ده خلاص، هل، وبتكون الإجابة عليه يا بيس يا بنو. سيبك دلوقتي من أدوات الاستفهام، هنجيلها في الآخر. والسؤال الثاني بأدوات إيه؟ استفهام بس، مفيش غيرهم. أدا النوع الأول، أدا النوع الثاني، خلاص. يعني أنت بالعربي لما بتيجي تسأل واحد بالعربي تقول له هل تذهب إلى المدرسة؟ هل تلعب؟ هل تأكل؟ هل تنام؟ هل بس. أو ماذا تفعل؟ أين تذهب؟ سؤال بعد استفهام. تعال الأول نشوف السؤال بتاع هل ده، وهعلمك إزاي تجاوب عليهم بكل سهولة. أول حاجة do you، معناها هل أنت. الله الله الله. did you، هل أنت. طب ما دي do you هل أنت، ودي did you هل أنت. خليك معايا للآخر. can you، كان تستطيع، معناها هل أنت تستطيع. will you، will معناها سوف، يبقى هل أنت سوف. may you ممكن، هل أنت ممكن. should you يجب أن، هل أنت يجب أن. must بتساوي should، معناها برضو هل أنت يجب أن. يبقى نظام تاني بالراحة، فاهمة كل حاجة. do you معناها هل أنت. did you هل أنت. can you هل تستطيع أنت، لما بتسأل واحد عن الاستطاعة. طيب will you هل سوف، تسأل عن المستقبل، يعني عايز تقول له هل سوف تفعل كذا أو هل سوف. may you هل ممكن. should you اللي هنا silent لا تنطق، اسمها should you هل يجب أن. must you هل يجب أن. حلو، كلام سليم. طيب قبل ما اعلمك ازاي تعمل اسئله بالكلمات والافعال اللي انا كاتبها لك دي، تعالى الاول نشوف الفرق ما بينهم. الاول دي هل انت ودي هل انت. ايه الفرق بينهم؟ دي هل انت لو انت بتسال في المضارع do you، هل انت لو انت بتسال فين؟ في المضارع. يعني مثلا لو خدنا اي فعل من هنا زي الفعل مثلا وليكن eat، ورحت قايل له مثلا حاطه هنا do you eat. eat معناها ياكل، خلاص. يبقى معناها هل انت تأكل. هل أنت إيه؟ تأكل. تمام؟ سهلة اهي. طيب لو قلت do you read، read تقرأ، يبقى هل أنت إيه؟ تقرأ.
وهنقراهم كلهم. طيب امال ايه did you؟ هل انت برضو did you هل انت في الماضي، يعني ممكن تحط برضو did you eat، بس هنا مش هتبقى هل انت تاكل، معناها هل انت اكلت. فهمت. واحد يقول لك خلاص كده العمليه وضحت والدنيا ظبطت معايا، ان انت لما بتقول do you بيبقى مضارع، do you eat لو eat معناها تاكل يبقى هل انت تاكل، لو قلت did بدل do يبقى هل انت اكلت. بالمثل read يقرا، لو قلت do you read يبقى هل انت تقرا. طب لو قلت did you read هل انت قرات. go يذهب، لو قلت عايز اقول هل انت تذهب مضارع هتقول لي do you go. طب هل انت ذهبت did you go. كلام سليم. طيب كان يو خلاص مش هتتلخبط، هي اللخبطه كلها كانت في الدو يو والديد يو. يعني انا دلوقتي مثلا لو عايز كلمه سليب ينام، بعض الافعال عايز اقول له هل تنام، هل انت تنام. واحد يقول لي ممكن لازم اقول هل انت، لازم تقول هل انت، ما ينفعش تقول مثلا دو سليب، لا لازم تقول هل انت. خلاص do you sleep هل انت تنام، يعني بسألك المضارع هل انت تنام. طيب عايز اقول له هل انت نمت يبقى did you sleep، did you sleep هل انت نمت. طيب can you هل تستطيع انت، can you هل تستطيع انت، لان كان معناها يستطيع، دي بتسألها لما يكون واحد في حاجه يعني مش اي حد يعملها، فانت عايز تقول له هل تقدر، زي swim يسبح، او بلاش swim خلينا على الفعل ايد. يعني لما اقول له كان يو ايت هل تستطيع تاكل، هي مش ماشيه معاها، بس هل تستطيع تاكل يعني واحد مثلا انت تعبان ولا حاجه ومالكش نفس تقدر تاكل، يعني هي مش راكبه. بس انا عايز ايه، يعني لما اقول دو يو ايت هل تاكل، ديد يو ايت هل اكلت، كان يو ايت هل تستطيع تاكل، تمشي مع كان يو سويم. سويم معناه ايه، يسبح. هل تستطيع تسبح، كان يو سويم. درايف يقود، هل تستطيع انك تقود سياره، كان يو درايف. ليرن يتعلم، هل تستطيع تتعلم، كان يو ليرن. بلاي يلعب، هل تستطيع تلعب، كان يو بلاي. يبقى الثلاثه اللي فوق دول ما فيهمش اي حاجه خالص. انا دلوقتي لو عندي فعل من دول زي سويم يسبح، فانا عايز اقول له هل تسبح، هل انت بتسبح بتعوم، هل انت سبحت، هل تقدر. هتقول له مضارع do you swim، هل سبحت did you swim، هل تستطيع ان تسبح can you swim. will you خلاص سهله بقى، هل سوف. هل سوف تقول على المستقبل، لو انت حاطط لي هنا مثلا وليكن eat، خلاص will you eat هل سوف تاكل، will you eat هل سوف تاكل will you eat. طيب may you طب عايز اقول له هل سوف مثلا تتعلم will you learn، هل سوف تلعب will you play، هل سوف تذهب will you go، وهنتدرب عليهم في الاخر برضه. may ممكن، هل ممكن ان انت مثلا تاكل، عايز تقول واحد هل ممكن انك تاكل، يبقى اقول له ايه may you eat هل ممكن، يبقى هل ممكن نفس النظام تاكل. العمليه بسيطه. حلو. should و must معناها يجب ان، يعني مثلا ممكن تقول ايه should you هل يجب ان انت تاكل، يعني واحد بيقول لك ان انا هاكل الاول قبل ما امشي، تقول فانت عايز تقول له هل يجب ان، هل انت يجب ان تاكل. should you تسمع eat هل يجب ان ايه تاكل. طب ايه must برضه هل يجب ان تاكل. هعلمك ازاي تجاوب على ده كله. انا مديك هنا شويه افعال هم كمثال، فانا مثلا لو خدت الفعل وليكن بلاي يلعب، وعايز اقول له هل انت تلعب يبقى do you play. خدت الفعل هل انت لعبت did you play، هل تستطيع تلعب can you play، هل سوف تلعب will you play، هل ممكن تلعب may you play، هل يجب ان تلعب should you play او must you play. وليكن go يذهب، هل انت تذهب، يعني انت هتمشي دلوقتي do you go، هل انت ذهبت did you go، هل تستطيع انك تذهب can you go، هل سوف تذهب will you go، هل ممكن انك تذهب may you go، هل يجب ان تذهب should you go او must you go. طيب الاسئله ديت اللي بادئه بدو او بديد او بكان او will اجاوب عليها ازاي. اجابتها جميله جدا، يا يس يا نو، وريح دماغك. ما احنا بالعربي لما حد بيقول لك هل تتعلم هل تاكل هل تذهب هل تشرب، ايا كان في الكلام ده كله بتقول له يا يا لا، بتقول له يا يا لا. نفس القصه برضو يا يا لا، يا يس يا نو.
كلام سليم. يبقى do you eat, did you eat, can you eat, will you eat, may you eat, should you eat. واحد يقول لك do you eat هل تاكل؟ yes او no. did you eat هل اكلت؟ yes او no. طيب ده الجزئيه الاولانيه السؤال اللي هو بتاع هل. طب انا دلوقتي لو قلت لك مثلا اختبر نفسك الفعل ده، فعل وليكن زي الفعل مثلا like ده معناه يحب. لو عايز اقول لك هل سوف تحب، هل سوف تحب، do you like ولا did you like ولا can you like ولا will you like ولا may you like ولا should you like ولا must you like؟ هل سوف يبقى will you like. طب عايز اقول لك هل يجب انك تحب، فهل يجب مش ولا do you ولا did you ولا الكان ولا الويل، يا should you يا must you. should you like او must you like. طيب هل تستطيع انك تحب، ولا do ولا did can you like. طب هل حبيت، do you ولا did you. طيب واحدة كمان وليكن want اللي بتتنطق او معناها يريد، ودي هتعملها لي انت بقى في التعليقات. عايز اقول له هل اردت ماضي، فاقول له do you want ولا did you want ولا can you want ولا will you want ولا may you want ولا should you want ولا must you want. دي اعملها واكتبها في التعليقات. خلاص دي الجزئيه الاولانيه من الاسئله ومفيش احسن من كده. واحد يقول لي بقى فين اسئله اداه الاستفهام. سؤال اداه الاستفهام يا باشا مش جديد، كل اللي عليك هتحفظ بس ادوات الاستفهام اللي هي دي what ما او ماذا، where اين، when متى، why لماذا، how كيف، أعوذ بالله، how often كم عدد المرات، how long ما المدة، what time ما الوقت، ما ايه الوقت. كلام سليم. بس كده؟ بس كده. ازاي يا عم؟ انا عايز اقول له مثلا ماذا تأكل، اعتبر ان السؤال هل تأكل، ماشي، اعتبره هل تأكل يا باشا. انا عايز اقول ماذا تأكل، اصبر، اعتبره هل تأكل. ازاي انا عايز اسال واحد يقول له ماذا تأكل، تقول لي اعتبر هل تأكل، ما يقول معروفه do you eat. انا عايز اقول ماذا تأكل، بس مش انت عارف ان هل تأكل do you eat. عايز تقول ماذا تأكل حط قبلها what، يبقى what do you eat. طيب عايز اقول له اين تأكل where اللي هي اين do you eat. عايز اقول له متى تأكل when do you eat. عايز اقول له لماذا تأكل why do you eat. عايز اقول له كيف تأكل how do you eat. عايز اقول له كم عدد المرات انك بتاكل how often do you eat. ما المدة اللي بتاكل فيها how long do you eat. ما الوقت اللي بتاكل فيه what time do you eat. استنى كده بقى، الموضوع ابتدى يتبلور. انا هتقول لي انا فهمتك دلوقتي. يعني اي سؤال بأداة استفهام اعتبره هل، وهات الأداة اللي انت عايزها في الاول ماذا او اين. طيب اديني واحدة كمان. عايز اقول له مثلا وليكن متى تستطيع تأكل، متى تستطيع تأكل. قول له اصبر الطلعة دي، انا عامل لك دي وانت ده. هتقول لي متى تستطيع، شيل متى دي على جنب بقى، متى دي عارفينها وين، متى وين. ونخلي السؤال هل تستطيع تأكل. طب ما هل تستطيع تأكل على اننا كان يو ايت، تبقى عايز اقول له متى تستطيع تأكل، اروح حاطط قبلها ايه when can you eat، when can you eat. تمام. طيب واحدة كمان، يذهب جو. عايز اقول له لماذا ذهبت، لماذا ذهبت. تقول لي دي صعبه، اقول لك لا دي اخر واحده هعملها لك عشان انت اللي هتعمل اللي بعد كده. لماذا ذهبت، احنا قلنا لماذا واي لماذا. اعتبر السؤال هل ذهبت، يبقى هناخدها منين هنا دو جو ولا ديد يو جو. هتقول لي ذهبت يبقى ديد يو جو. خلاص هل ذهبت ديد يو جو. انت قلت ايه لماذا ذهبت، يبقى قبل ديد احط مين واي ديد يو جو. طيب اختبرك في واحده كده، ينام سليب. عايز اقول له اين سوف تنام، اين سوف تنام. فكر، اين سوف تنام. ايوه هتقول اين وير، اركنها على جنب. تمام. وهنعتبر السؤال ده هل سوف تنام. هل سوف في دول كلهم اهو will you تنام سليب، يبقى will you sleep
أين بقى أحط قبلها where will you sleep؟ متى أحط قبلها إيه؟ when will you sleep؟ الموضوع بسيط ما فيهوش أي مشكلة. طيب هديك واحدة كده بقى تكتبها لي في التعليقات. عايز أقول لك ماذا تلعب؟ ماذا تلعب؟ ماذا تلعب؟ اكتبها في التعليقات اهو. ماذا تلعب؟ علشان تعرف السؤال ده اعتبره الاول هل تلعب، وبعد ما تكتب هل تلعب حط اداه الاستفهام قبلها المناسبه من هنا. تمام؟ زي ما انتم شايفين الفيديو بسيط والفكره جميله. انا مش عايز اطول الفيديو اكتر من كده عشان الناس بتقول بتطول، لكن انا ممكن اطول وادي تمارين واسئله. لكن الانجليزي لغه بسيطه، ولكن الفيديو ده علشان فعلا يفيدك جامد لازم انك تحفظ افعال كتير. الافعال لو دخلت على القناه وكتبت الافعال الشائعه على قناه المهندس كامل هتلاقي 4 فيديوهات بشرح بكل حاجه. وفي نهايه الفيديو لو كان عجبكم الفيديو فيا ريت دعم القناه باشتراك واعجاب او تعليق علشان الفيديو ينتشر ودعما لنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.